الزمالك هيلاعب اوتاهو اويو كل سنه وانتم طيبين في ثالث ايام العيد يوم الحد. والحد هنا ده شيء عادي ومش غريب ومش عجيب، لكن العجيب ان الزمالك في رمضان الزملكاويه طلعوا فتوى جديده وغريبه وعجيبه اكمالا للفساد واكمالا للتدليس اللي هم بيعيشوا فيه. دخلوا الدين في المواضيع ودخلوا الصيام ورمضان عشان يطلع علينا الزملكاويه ويقولوا ان عادي جدا في رمضان لما تتمضمض بعصير. ايوه، قال لك ايه المشكله لما اللعيبه تتمضمض بعصير برتقال او بعصير تفاح او بعصير مانجا؟ عادي، المضمضه حلال. ولما الاهلاويه طلعنا نتكلم وقلنا انتوا ايه اللي انتوا بتقولوه، قال لك ما تسيبونا، انتوا مالكوا؟ الشنطه فيها كتاب دين، اصل كل واحد حر في علاقته بربنا. الموضوع هنا ليه علاقه اللعيب ومعاهم رخصه. حبيبي بلاش تدليس، انا عارف ان انت ما ينفعش اقول لك كده، لكن اللي انت عملته ده عز التدليس. لان اللي اتكلم في القصه بتاعت الصيام انتوا مش الاهلاويه ولا احنا ولا جبنا سيرتها. يعني لو حضرتك قلت ان احنا سافرنا مشوار صعب، سفر صعب في خلال 3 ايام، درجه حراره، رطوبه عاليه، ملعب مش عارف ايه، كل ده انا معاك. ولكن انت بعد ما قلت كل ده قلت ورغم الصيام وكل الصور اللي شافتها كل الناس ان لعيبه الزمالك بتتمضمض بعصير، او من الاخر اللعيبه بتشرب ميه وبتشرب عصير، واللعيبه اغلبيتها فتره. ما حدش اتكلم الا لما انتوا قلتوا اصل من الظروف انهم كانوا صايمين، فالناس طلعوا قالت لكم دول ما كانوش صايمين وادي الصور. فانت قررت انك تدلس وتدخل في الدين وتقول اصل هم معاهم رخصه على سفر. حبيبي رخصه وعلى سفر يوم ما سافروا مش بعد ما سافروا ب3 ايام. اصحى، انت بتألف دين جديد، انت تدليسك وصلك انك تألف دين جديد. الحاجه التانيه، هو الواحد بعد كده ممكن في الشغل لو هو مصدع في رمضان اللي جاي ياخد فنجان قهوه يتمضمض بيه ويبقى عادي؟ اصل دي فتوى زملكاويه جديده، المضمضه بالقهوه او بالعصير عادي. كفايه تدليس. ولكن انا مش مستغرب، كل سنه وانتم طيبين، لان انا عارف انه اللي اختشوا ماتوا واللي دلسوا بقوا زملكاويه، بس مش لدرجه ان احنا نخبط يعني ندخل في الدين كمان. انتوا ايه يا جماعه؟ ازاي بتقدروا تدلسوا كده؟ يلا كل سنه وانتم طيبين والاهلاويه طيبين وكل الناس طيبين، ويعود علينا السنه الجايه والاهلاويه ابطال والزملكاويه زي ما هم مدلسين. عادتهم ولا هيشتروها؟ سلام.